السلام عليكم ورحمة الله. راح نبدأ اليوم نشرح لكم موضوع مهم جدا اللي هو عن الساند باج. الساند باج أو كيس اللكم. كيس اللكم هو أداة مميزة جدا ومهمة جدا لكل لاعب فنون قتال. أي لاعب لازم يتمرن على الساند باج أو كيس اللكم. كيس اللكم مثل ما تشوفوه هنا أنا بالصورة، هذا النوع اللي أنا أستعمله اللي هو النوع الأحمر المخطط بالأسود. الأسود اللي يشوفوه هو عبارة عن جلد طبيعي، أما الأحمر هو عبارة عن قماش قوي جدا. وهاي السلسلة الفوق اللي تشوفوها عبارة عن شيء حتى نعلق به كيس اللكم على الحائط. كيس اللكم يساعد اللاعب على تقوية المفاصل اليدين واليدين والقبضة وعلى دقة اللكم، ويعلم الكثير من الأشياء. هذا الكيس هنا النوعية الثانية اللي تشوفوها هو عبارة عن كيس صغير من نوع الكيس الأحمر. الكيس الصغير يستعمل في الام ام اي والمصارعة الحرة، وذلك لكي يتمرن عليه اللاعب بشكل جيد عن طريق رمي الكيس او الساند باج، او عن طريق استعمال الساند باج وكأنه زميل في التمرين. أما الساند باج الطويل فهو يستعمل في التعليق على الحائط أو على جدران للركل واللكم، وذلك لزيادة سرعة اللكم والركل وزيادة قوة اللكمة والركلة، وأيضا يعطي اللاعب مرونة ورشاقة وقوة كبيرة. لكن عيوب كيس اللكم أنه كيس اللكم يكون ثقيل بعض الشيء، فعلى اللاعب أن لا يتمرن بكل قوته على كيس اللكم، وألا سوف تصبح لديه إصابة في المفاصل. هنا أنا بهاي الصورة توضح لنا أنواع كيس اللكم، وهي تقريبا 4 أو 5 حجوم أو حتى 6 حجوم، اللي هي الصغير والكبير والمتوسط. هنا هاي الصورة الثانية توضح لنا كيس اللكم فارغ وكيس اللكم مليان. المليان يا اما يجي بكرتون مقوى، او رمل خفيف، او حتى قطن، كما مستعمل بالام ام اي اللون الاسود. الخفيف انت او الما مليان انت تقدر تمليه اي شيء انت يعجبك حسب مستواك وقوتك. النوع الاخر من كيس اللكم يجي على شكل واقف، اللي هي بقاعدة من تحت وواقف. هذا يكون يشبه الدمية الخشبية لكن بدون أخشاب دائرية. يفيد وكأنما تتمرن على زميلك، وكأنما أنت تتمرن على زميلك. النوعية الأخرى من كيس اللكم اللي هي تكون على شكل مربع، أو على شكل مربع، أو على شكل شيء مستطيل تقريبا، محمول على اليدين، اللي هي تقدر تستفاد من عندها بالركلات العالية واللكمات العالية واللكمات المنخفضة واللكمات الجانبية، وأيضا الركلات الدائرية أو الركلات التي لا تستطيع استعمالها على كيس اللكم، مثل ركلة المطرقة، اللي هي الركلة اللي إذا استعملتها على الكيس اللكم راح تتأذى هواية. فتقدر تستعملها على الكيس الصغير اللي هي مثل الكيس المحمول باليد من قبل زميلك بالضبط. إذا تشوفوها هاي بهذه الصورة. أكو أيضا نوع آخر من الساند باج أو كيس اللكم، اللي هو أشياء جديدة وقاموا يطوروها. بدأوا يصنعون الدمية البشرية أو الدمية البشرية اللي هي تشبه الكيس اللكم لكن على شكل دمية. هاي الدمية بالحقيقة عبارة عن مطاط قوي أو نايلون مضغوط بحيث من يضربها اللاعب ما يتأذى. عبارة عن مطاط، يعني شلون ما تلكمها ما تضربها ما تتأذى. لكن هذه مهمة جدا حتى تعرف النقاط المميزة لجسم الإنسان، والنقاط اللي أنت لازم تلعب عليها وتضربها بالضبط. عندنا هنا صورة أخرى توضح لنا أنواع 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 القفازات، اللي هي قفاز الملاكمة، وأيضا عندنا قفاز الأمامي. قفاز الملاكمة معروف أنه يغطي الإيد بالكامل، وهاي النقطة العيب مالته، يعني ما تقدر تستعمل إيدك كليتها. من تلبس هذا القفاز بعد ما تقدر تستعمل أصابعك نهائيا. أما قفاز الأمامي لا،
فأصابعك طالعة، وتقدر تستعمل أصابعك بشكل حر للخنق أو الكسر أو الإفلات من حركة معينة، أو حتى أنه تعطي مرونة للإيد أكثر. أنا بالنسبة لي أفضل القفاز الأمامي أكثر من قفاز الملاكمة، لأن يعطيك حرية بالحركة واستعمال حركات أكثر. قفاز الملاكمة راح يأذيك، يعني ما يخليك تتقيد، يخليك تتقيد فقط بلكمة فقط من دون استعمال أي حركة من حركات المسك أو الإفلاتات أو الأشياء الأخرى. قفاز الأمامي هو من أضبط القفازات الموجودة على وجه السوق تقريبا. شكرا جزيلا لكم، تحياتي. إن شاء الله يفادكم هذا الفيديو، ما أريد أطول هواية، يعني شرح يطول، وهاي مجرد أشياء مختصر مفيد، يعني لا أكثر ولا أقل. وإن شاء الله فادتكم، وتحياتي لكم. شكرا، تحياتي النور العراقي.